أنا وصلت لمرحلة التسليم. وين تبين ترميني يا الحياة؟ أنا راضي، راضي تماما. هذه سعادة بشكل لا يوصف، وأنا ماني عارف كيف أوصفها لكم. سلم أمرك لله سبحانه. أنت عليك إنك تسعى فقط. اسعى، وعليك إنك تأدي صلاتك، وإنك تدعي وتقوم بالنوافل. بس شفتوا كيف الحياة بسيطة؟ لما تسلم أمرك لله أقسم بآيات الله ترتاح. أنت ادعي، إن جت خير وإن ما جت خير. أبغاكم توصلون لهذه المرحلة لأن فيها سعادة وفيها لذة. أنا ما أعرف كيف أوصل لكم، لكن مهما كنت تمر بحزن، بألم، بكسر، بوجع، تبغى أمنية، تبغى أي شيء في ذي الحياة، سلم أمرك لله بركعتين آخر الليل، وشوف كيف حياتك تتغير. شوف كيف ترتاح. شوف كيف قناعاتك تتغير. شوف كيف صوتك الداخلي يتغير. إن صوتك الداخلي يقول إذا صار هذا الأمر خير، وإذا ما صار خير. الأمر اللي أنا فيه خير، كل شيء فيه خير، كل شيء اللي أنا أمر فيه خير، كل شيء راح يتحسن. أبغاك تبدأ بمرحلة التسليم، لأنه مهم